السلام عليكم تعالى بركاته. معكم قناة حدث يروى. موضوعنا اليوم هو: لماذا تؤذيك المرأة كلما أحبتك أكثر؟ في بعض العلاقات كلما أحببتها بصدق كلما زادت في جرحك وأذيتك، وكأن الحب الصادق يقابل بالألم لا بالتقدير. تتساءل بحيرة: لماذا تؤذيني وهي تعلم مكانتي في قلبها؟ هل هو الخوف أو التمرد، أم أن الحب الشديد يكشف وجوها لم نكن نتوقعها؟ في هذا الموضوع نحاول أن نفهم هذا التناقض المؤلم بين الاهتمام الحقيقي وردود الفعل القاسية من أقرب الناس. لماذا تؤذيك المرأة كلما أحبتك أكثر؟ المفارقة العاطفية التي لا يفهمها الرجل عندما يرتبط بامرأة تحبه بشدة. مساء الخير يا صديقي. اليوم لم آتي لأنكد عليك كما يقولون، ولكن جئت لأجعلك تستيقظ قليلا وحسب. والهدف ليس أن أجعلك تبتعد عن امرأة التي تحبها، بل فقط لأجعلك تفهم أنك تتعامل مع إنسان مختلف عنك جسديا وعقليا ونفسيا وعاطفيا، وبالتالي لا يجب أن تندهش أبدا إن وجدته يتصرف بطريقة لا تفهمها، بل يجب أن تحاول الفهم وحسب، وهذا ما سوف أساعدك على فعله في السطور التالية. يا صديقي، أنت قد تظن أن المرأة عندما تحبك بصدق ستمنحك الهدوء والاستقرار والحنان الدائم، وهذا وارد، لكن فقط إن أحبتك تلك المرأة بشكل متوازن وغير مبالغ فيه. لكن الحقيقة المخفية عنك أن كلما زاد حبها لك أكثر كلما ظهرت تصرفات غريبة عليها قد تجعلك تفقد صوابك، لكنك ستصبح هادئا بمجرد أن تنتهي من قراءة هذا المنشور، لأنك سوف تفهم أنها لا تعاملك بشكل نكدي لأنها لا تحبك، بل لأنها تحبك أكثر مما يجب. أول ما يجب أن تعرفه عن النساء أنهم أغلبهم كلما زاد حبهم لشخص ما كلما زادت حساسيتهم العاطفية اتجاهه. يعني باختصار، حين تصبح مهما جدا بالنسبة لها يبدأ عقلها الباطن في مراقبة كل تصرف صغير منك، كل كلمة عابرة منك، وهذا يعني أن الكلمة العادية التي قد تقولها بشكل عابر مثل وزنك زائد قليلا قد تجرحها جرحا عميق جدا لا يمكنك تصوره، ليس لأن الجملة قاسية، بل لأن الجملة جاءت منك أنت أكثر شخص هي تريد أن يكون معجبا بكل شيء فيها. كلما أحبتك أكثر كلما صارت تستقبل منك جملة أنك مشغول، وكأنك تخبرها بأنك لا تحبها أبدا، وبالتالي يبدأ وضع النكد بالاشتغال كوسيلة تدافع بها عن علاقتكم. كلما زاد حب المرأة لك كلما صارت نبرة صوتك قد تفهم كإهمال في بعض الأحيان، وتأخيرك في الرد قد يترجم كخيانة وليس كانشغال يا عزيزي. المعادلة بسيطة هنا. أنت أصبحت أثمن شيء لديها، وكل ما هو ثمين نخاف أن نخسره، لكن خوفها هنا لا يظهر على شكل حوار واضح، بل يظهر على شكل نكد أنت لا تفهم سببه، لأنك ببساطة لا تنظر للأمر من زاويتها، وهذا ليس عيبا فيك.
صراحة، بل عيبا فيكم أنتم الاثنين، لأنكم لم تقوموا بشيء مهم في بداية العلاقة، وهو الاتفاق على الحوار الصريح الواضح المباشر، على الأقل ساعتين كل أسبوع. عندما تحبك المرأة أكثر من اللازم، سوف تضعك في شيء لن تحبه يا صديقي، وهو الاختبارات الخفية. وحذاري من الاختبارات الخفية. المرأة التي تحبك بهوس لا تكتفي بأن تثق بك مباشرة، بل تبدأ باختبارك دائما، خاصة إن كانت عانت من خذلان سابق. سوف تضعك في مواقف غريبة لترى هل ستبقى، هل ستدافع عنها، هل ستختارها على غيرها. قد تبدو هذه الاختبارات مرهقة أو مزعجة، لكنها في الحقيقة انعكاس لخوفها من فقدانك. يعني مثلا قد تجدها تقول لك يجب أن نفترق، ولكن الهدف ليس الفراق حقا، بل الهدف أن ترى هل سوف ترفض الفراق أو تتمسك بها، أو تقول لها مع السلامة. أخبرني بماذا سوف تجيب على هذا السؤال في الأسفل بالتعليقات أكيد. عندما تحب المرأة بزيادة أيضا تبدأ بوضع توقعات مثالية تولد إحباطا لها. كلما أحبت المرأة رجلا، كلما ارتفع مستوى توقعاتها منه. تريدك أن تصبح سوبرمان الخاص بها، بطلا دائما في عينها. تريدك فارس أحلامها، صديقها، حاميها، ومعلمها في الوقت نفسه. والمشكلة التي تقع فيها يا عزيزي أنك مع روتين العلاقة تهمل كل هذه الجوانب في شخصيتك، أكيد مع الشغل. وتشعر بالضبط كلما طالبتك بأن تسمعها أو تعطيها وقتا زيادة. وعندما تجد أنك لا تفعل هذا، فهي تصدم بالواقع. يظهر إحباطها على شكل برود، صمت، أو حتى غضب، أو حتى تشعر بأنك لست الشخص المناسب. ليس لأنها لا تحبك حقا، لكن لأن ترى أنك تغيرت. دعني أخبرك أن الغلطة التي قد ترتكبها هو أن تكون سوبرمان في بداية العلاقة، ثم بعد ذلك مع روتين العلاقة تتغير إلى شخص عادي. ببساطة، لحل هذه المشكلة دعك وخليك عادي من البداية. هكذا هي سوف تستوعب أنها لا يجب أن تتوقع منك الكثير، ولن تشعر أنك تغيرت عنها. والآن نأتي إلى الشيء الذي يكرهه الرجال، وهو الدراما. المشكلة يا صديقي أنك تعتقد بأن المرأة حين تحصل معها في مشكلة فهذا يعني أنها غير راضية عن العلاقة وتريد النهاية. لكن ما يجب أن تفهم أن دخولها في وضع النكد هو أساسا لأنها تريد إصلاح الوضع واستمرار العلاقة التي تريد النهاية. سوف تنتهي الأمر وحسب لن تفتعل معك أي مشكلة بتاتا. الآن قد تقول لي يا صديقي، ولماذا يجب أن أتحملها؟ ولماذا لا ترتبط بامرأة تحبك بشكل متوازن دون هذه الأمور التي قد ترهقك؟ في الواقع هناك ميزة في المرأة التي ترهقك، وهي أنها مستحيل أن تتركك إذا ساءت أوضاعك. مثلا إذا تعبت صحيا أو أصبحت فقيرا، هي لن تتركك أبدا. ولو أريدك أن تفرح، فهي لن تترك لجمال سواد عيونك أو لأنها تحبك، ولكن لأنها لن تتحمل أبدا الشعور بالذنب لتخليها عنك.
في أسوأ أوضاعك. يعني حتى إن كنت تؤذيها بشدة سوف تتمسك بك إلى أن تتحسن أوضاعك، ثم بعدها تتركك بضمير مرتاح. فالخيار لك: هل تريد امرأة تحبك بشكل متوازن ومنطقي، أو تريد امرأة تحبك أكثر من اللازم؟ أيهم تميل إليه أكثر؟ لكم التعليقات. وقبل الختام لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.